هذا سليل الدوحة المحمدية. ولك هذا جدا اللي قال يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر. هذا بن ذاك وجد هاشم اللي هشم الثريدي هالمكة. لك هذا أبوه الملك حسين. الملك حسين أبوه بال67 هو يركب الطيارة يطير يقصف إسرائيل ويرجع. أنتم على ذولا تتزاودون على هذا البيت، وأنتم كلكم وأنتم لك هذول سادة. هذول مو خميني اللي راح لجانا هندوسي سيخي مدري منين وجاء. واتحدى واحد منكم يطلع لي جدة الرابع. منو جدة الرابع؟ وين ساكن؟ هو هذا السيد والملك. هذا السيد صحيح النسب ما في مجال. لو تموتون ما تقدرون تشكون به ولو لحظة، لو 1%. هذا مو جدة طبائي مثل عمار الحكيم، ولا جدة ما ينعرف ذا الخميني من أي نغل جانا، نغل هندي جانا، ولا هذا خامنئي اللي ما ينعرف أبوه منه، بس عنده صورة واحدة يبوس إيده الشهبان وفرح. فلا الهجمة على الملك عبد الله. الملك عبد الله اللي لك بالحرب العراقية، بس أنا أعرف ليش، لأنه بالحرب العراقية الإيرانية ما تنسوها للملك حسين رحمة الله على روحه، لما هو صدام حسين بجبهه ويجر الحبل ويقصف إيران بالمدافع العراقية. والملك حسين الأردن، الملك حسين أبوه للملك عبد الله، أبوه للملك عبد الله الوحيد كل العالم سوت علينا حصار إلا الأردن، ما قبل يستجيب للأمم المتحدة والأمريكا وكل الدول العدوان الثلاثيني، ما قبل يستجيب وخلى الحدود مفتوحة والبضائع تطب لنا من الأردن. الوحيد هم هذا تتهمون والله انت غزة. هو انت غزة؟ انت غزة الملك عبد الله؟ وبعدين ليش انا اقول لك لو جاء الفلسطينيين بارادتهم يقول له يريد يسكن والله يحطهم بعينه يقعدهم بالقصر الملكي ماله، لكن ما يطلعوهم تيجي امريكا وتطلعهم ويقبل ما يقبل. مو بس هو ما يقبل، لما الامير محمد بن سلمان صدر بيان شديد اللهجه ولا عبالك حاسب لهم حساب للامريكان. لكن انتم شنو اللي سويتوا؟ انتم محور ولايه الفقيه اشو بيان ما طلعتوا؟ بيان لا إيران طلعت بيان ولا العراق طلع بيان ولا كل هاي المجاميع اللي وياكم سنة وشيعة، ما واحد فك حلقه وطلع بيان وقال لك تعال ترامب شنو هذا الحكي. ومع هذا ترامب بالأخير يتراجع. فالكارثة اللي سويتوها تخلصون انفسكم من الكارثة اللي سويتوها بهالغزة، ورا ما وعدتوهم بالصواريخ راح تنطلق ووحدة الساحات، خليتوهم لما يتورطون وتالي عفتوهم إلى أن أصبحت غزة بهالحال هذا. فلا حد يظل يتمضمض ماي الورد. هذا ابن الجدين، هذول أشراف مكة، أمراء مكة 600 سنة هم أمراء مكة. هذول الشريف هذا الملك عبد الله وأجداده مو مثلكم، ما ينعرف أصلا منين، ما ينعرف أصلا من أي الكلاب. هنا أقصد الولائيين اللي كل واحد مسوي نفسه أنا سيد وأنا سيد. كي سيد أنتم؟ هذا السادة هم ذولا ولد رسول الله. فتذكروا هذا عمامة سوى لكم دولة. هاي الدولة اللي انتم عايشين بها وتبوكم بفلوسها وطيحتوا حظ شعبها، كان الشعب كانوا اجدادنا عايشين بزمن الملك فيصل، ملوك كانوا عايشين ملوك ايديهم فوق كل اليدين. لكن بزمانكم انتم طيحتوا حظ طيحتوا حظ احفاد ذولاك. ذولا ضالة الرصاص، ذولا بيت الشريف حسين، ذولا ضالة الرصاص، ذولا ما تلحقوهم لا بالمراجل ولا تلحقوهم بالمبادئ ولا تلحقوهم بالإخلاص. ذولا هم للبيت، ذولا للبيت. بعد شو نسوي؟ أهل بيت النبوة ذولا الصحيحين. مالي أنا شغلة بالحشر الباقي، مال والله أنا سيد وأنا مسيد. السيد يجيب لي نسب عمره 1000 سنة، ذولا نسبهم 1000 سنة. لا، لأنه ليش المناصب حفظت أنسابهم؟ لأن كل هاي الفترة هم هالمناصب أمراء. فالأمير ما يضيع نسبه. مو مثل يوم دايع كان يشتغل شاشه عند الصدر وبعدين هالساعه لو جبار المعموره كان لافه بيضه وبعدين لافه سوداء. فهذا اكبر دليل انه كثير ناس عندكم تدعي السيدويه وهو ما يعرق بالساده. البارحه كان بيضه واليوم سواها ساده. انتم عندكم يعني ذول ولايين عندهم كيفه يشيلها بيضه يردها سوداء، ما ينعرف ابوه منه. انا ما احكي على الساده الصحيحين، ما احكي على الساده الناس السادة الصحيحين، اكو سادة كثير والله مبارك بيهم، لكن اكو ذول الولائيين لا، ذول الولائيين كلهم مشكوك بيهم، مو سادة، مو مشكوك، انا على يقين ولا بيهم ماكو ولائي سيد. ما ترهام سيد بالرسول الله شكبره. هو اكو واحد جدا رسول الله ما يشوف نفسه راسه يدق بالغيم؟ معقول يصير تابع الواحد سيخي اسمه خميني؟ ما معقوله. فهاي اكبر دليل انه الولائي مو سيد. لو يجي يحلف لي ب100 قرآن اقول له خي تشب واقعد حش القرآن
وخر غاد انت مثل عارف انت نغل لو مو نغل ما تصير ويا خميني ويا واحد سيخي ما ينعرف اصلا من اي الاسلام. فلا الملك عبد الله هذا رجل بالرجال، هذول فرسان، ذولا مي ذول اللي يقول لك شلون هيهات من الذله، مو انتم اللي قبلت اليوم تبوسون بقدر ترامب بس يعفي عنكم، ومستعدين تنطون النووي ومستعد خامنئي يسلم هذول ينطوا كل الملفات مال الميليشيات تسلمها لهم واموالهم وكل شيء ويحل الحرس الثوري بس يسلم على ريشاته، وبعد الشروط عليه قاسيه جدا. هذا ما ينطون ذولا هالبيت النبوة ذولا ملوك ولد ملوك امراء ولد امراء، ما ذولا بحر، والبحر ما تنقصف طيسه مثل فضايسكم انتم جايفاتكم، انتم ناس جبناء. فهنا احكي سنه وشيعه اصحاب الهجمه على الملك عبد الله. الملك عبد الله ما ينحكي عليه، يعني هذا الرجل اللي خادم شعبه واللي من بدت الازمه يركب الطياره هو يذب اكل ويذب كذا للغزاويين مثل ما سوى ابوه بال 67 هو سوى. لما انتم ما تبرعتوا لا ايران ولا العراق ولا كل الدول اللي سمت محور المقاومه ما انطيتوا لو كيس طحين ما انطيتوا، ويصعد بالطياره يذبهم بقفاص ومشوف عيوننا. وقبل بال 67 ابو هم نفس الطياره بزنيشه قاصفه يقصف باسرائيل. جاي يزودون عليه قضايا الامه المصيريه، قضيه فلسطين المركزيه. انتم كنتوا ابعد ما يكون عن الصدق وعن الشجاعه وعن المبادئ وعن القضيه الفلسطينيه، ابعد الناس، لكن اخذتوها ذبحتوا ذولا خطيه اهل غزه ودمرتوا غزه بس هاي حوبتهم ما تروح. شوف هالساعه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. شوف ايش الله يسوي بكم. ورطوا غزه باعتبار قلتوا اذا ذبحوا غزه خليهم يذبحون، بس المهم نقوي موقفنا التفاوضي. قال لكم الله يا واجد رجع ترامب قال لكم تعالوا عاد، لا صواريخ لا نووي لا حرس ثوري لا ميليشيات، الكل على راب والكل للمحكمه، لو تستسلمون لو يقصفوكم. هاي حوبه غزه. عبالكم الله قاعد، عبالكم الله عبالكم الله مو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نسيتوا الله لو تلبسون عمام عبالكم نغش العالم، تغشون الناس. كم زمال يصدق بيكم عباله انتم رجال دين، انا اقصد هنا الولايين، عباله انتم صدق رجال دين وتخافون الله وعندكم قضيه فلسطين، لكن الله ما ينغش. وين الله يدري بيكم شلون. ولهذا قلب السحر على الساحر. روحوا عطلوا انفسكم يا ملاعين الوالدين، والتقيكم الاسبوع القادم.